السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى تفاعلوا معاه. هذا الكرغولي قلش الودنين اللي ما كيلقى ميدير. البرنامج ديالهم فوكاليزي بين المغرب فقط، هو اللي من قبل سبق وقال لهم انه ما بقاش خسروا التلفزيون على المواضيع ديال المغرب، وراه البرنامج ديالو كامل مديور على المغرب. خليكم تسمعوا من بعد الرجوع. بوليتيك دونك شاك بي افريكان اللي غادي يدير يدو في راسو ديالو سا سي امبيراتيف. المخزن مخزن خرج المخزن قال لك داير طالب باش يروح البريكس. اسكو فهم مشاو البريكس؟ جو بونس با. سي بالك كان سيربريز بارتي كاش حفله فيها شطيح ولديح، قال بون نروح كاش ما نبيعو شويه يعمروا ريصان يدو الماسه ونروح. عودة إلى البريكس. المغرب لم يقدم أبدا طلب الانضمام إلى هذه المنظمة، وراه البيان رسمي من وزارة الخارجية ما كانش منها بلغتكم، والمغرب ما غاديش يتقولب ولن يتم استغفاله. نتوما بغيتوا المغرب باش تعطيو قيمة لهذه المنظمة، لأن المغرب عنده ثقل وعنده باع وسيط في الدبلوماسيه خصوصا في هذا الانضمام لهذه المنظمات. فجنوب افريقيا هي دارت هذاك باش تعطي انطباع للدول الاخرى الانضمام. واما الادعاء ديالكم ان المغرب ما كيتوفرش على الشروط، فراه نتوما اللي ما كتوفروش على الشروط، وحاولتوا تشريوا الانضمام بمليار ونصف مليار دولار اللي وضعتوها في البنك. يعني شوفوا شي مبرر اخر، شوفوا شي حاجه اخرى. دونك ومن بعد كي ديالنا الانسان اللي مستعمر اراضي الصحراء الغربيه. البريكس لان دي برانسيب نشوفوا جنوب افريقيا، نشوفوا روسيا، نشوفوا الصين، نشوفوا واوكرانيا وروسيا ما مستعمراش اوكرانيا. الا كان البند ديال الانضمام والاستعمار، فالدليل هو روسيا قدامكم. خاصك تهضر على هذه هي الاولى. البرازيل، الهند لان دي برانسيب سي ما تكونش مستعمر باش تكون بريكس. دخلوا فاني حتى الهند راه محتله كاشمير. قدم والديك كاع شي نظام دخلوهم معانا في البريكس. شناهي عندنا des atouts qui nous permettent de rejoindre ce groupe, pas peut-être cette fois-ci en tant qu'observateur, تفرجوا. mais on est crédible. الله يعين. بالسلم ما نشاء مستعمرين ارض ماهيش تاعنا، وتحرضون على الحرب ضد المغرب. عندنا اقتصاد ماشي الحمد لله ربي. on a les atouts pour rejoindre السعوديه، تركيا، l'Iran كيما l'Égypte. صح انت واش كان اعطيني شو نسمع صاحبنا هذاك واش قال على المخزن يبغى يروح للبريكس. لا بشي هادي في هذا غيستضيف واحد الكرغولي فرنسي واصل شبعان في الدولار ديال البترول الجزائري، كيشريوه كارحانكو كما تنقولوا حنا بالعاميه المغربيه. كيقول لك بان الدبلوماسيه المغربيه هي غير مستقره على عكس الجزائر. ربما الجزائر بدلات 4 ديال الوزراء الخارجيه ولا ما نعرف شحال ومستقره. Plus faire partie du groupe des BRICS. Et oui mes amis, vous connaissez la diplomatie marocaine, elle est totalement instable et maintenant il déclare nous n'avons pas déposé de demande officielle d'adhésion aux BRICS. Vous allez voir à quel point c'est ridicule. La vérité c'est qu'ils ont pris une grosse gifle, ils ont pris une énorme gifle parce qu'ils n'ont pas été invités au sommet des BRICS contrairement à l'Algérie. Et je vous l'avais dit, dans le mot BRICS, il y a 5 lettres. Le B pour Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et le S d'Afrique du Sud. Et c'est l'Afrique du Sud qui a mis une énorme gifle au Maroc en leur disant bah non, en fait, tu viens pas. En fait, t'es juste pas invité. Bah, comme Macron d'ailleurs, t'es pas invité. Et on savait très bien pourquoi. C'est sur la question du Sahara occidental où ça bloque. Bah oui, quand tu colonises un pays, quand tu colonises une population et que tu la maltraites, oui, bah l'Afrique du Sud, ils aiment pas trop ça. Et ben oui, la Russie aussi, il colonise l'Ukraine et l'Inde, aussi le Cachemire.
Alors, c'est vous qui êtes instable dans vos déclarations. Et maintenant, ils font Zarma, j'ai pas déposé de demande pour rentrer dans les BRICS. Ça me rappelle les gamins de ces genre, tu veux être ma copine? Non, je veux pas. Bah, de toute façon, je t'aime pas. Le Maroc, c'est le niveau de maturité d'un gamin de CE1. Bon, de toute façon, cette demande, elle était absolument pas cohérente. Donc, ce qui devait arriver, arriva. Donc voilà, Dani, c'est quelqu'un qui est portugais, c'est un français. زيد حاجة أخرى أن داني كان في الشبيبة تاع l'extrême droite تاع ماري لو بان. Il est très politisé, ناشط كبير, mais c'est l'un des défenseurs de la politique algérienne في كل موضوعي. Donc à chaque fois, on va essayer de donner la parole à Dani qui explique bien les choses à sa façon. Dani Rodriguez, يعني il faut Davy Rodriguez, il faudrait le suivre بالديتاي. شيء اخر حتى المخزن نشوفوا علاش تدهور العلاقات بين الجزائر اللي يقول لك القطر يسي بروبوزي باش يكون في الوساطه افون كي القطر يانولي لي زاكور تاع ابراهام اسرائيل تروح من المغرب من المخزن شيء امبوسيبل داكور باش نعاودوا نرجعوا العلاقه امبوسيبل لان المشكل وهذا مغربي يقولها لما اسرائيل قررت انها دير انتان فيه الحدود تاع المغرب انتان اوفيسيال عندها بالحدود تاع المغرب اللي تدي حتى الوهرة تستخدم نفس الابوار يقولوا مربيين باسكو هذيك هي العيشه تاعهم يقولوا مربيين هذاك الشهادات تاع اللي يديروا في مراكش مش هذا مش الريسوس تاع العشيه انكرويابل شوف كبرى هذيك انا مقلبان كلش خدع كلش بلاصه يديروا لي تونس عاطينا تونس هذا ما كان حنا وصلنا له ونبهنا له في الكتاب ديال الخراب على الباب يبيو الخراب على اننا غادي نوصلوها. حنا وصلنا بالضبط قلنا هذه عامين قبل ما نوصلوا ليها وحنا وصلنا لها والصهاينه. لذلك نحذر من ان التطبيع هو الطريق السيار نحو الخراب. اذا انخرطنا في هذا الشيء اللي كيعملوا الصهاينه يوميا عندنا تسجيلات. هو يتكلم على باش نقول لك السي مقلش الودنين هذا كيهضر من وسط المغرب، يعني حريه التعبير التامه، ماشي بحالكم نتوما انوار مالك في فرنسا وانتم شديتوا لي العائله كامله دخلتوها للحبس. التسجيلات تاع الصهاينه والشيء اللي قايمين به حاليا في المخزن والتآمر على الجزائر يدفعوا يعني بالمخزن الى الهلاك، وخاصه انهم يعني يدخلوا في شؤون داخليه لدول الجوار. فالتقارب مع يعني اسرائيل في هذه المنطقه هو قتلاتكم اسرائيل. كان من ضمن اخت الناشطه دنيا فيلالي في الاسبوع اللي فات صرا ان في كانت محاكمه لمواطن مغربي انه كان في عنده تحرش على اسر على اطفال، فحكموا عليه في عامين سجن يعني غير نافذه سيرسي اغريسيون دي زونفون تحرش جنسي. اما ناشط سياسي اللي دار تغريده في فيسبوك كومونتي سكي سباس او ماروك يدخل يفي على ليترونجي ضربوا ب6 سنين. شوفوا دنيا فيلالي دون لي ديتاي دو جوجمون هذا تاع المواطن المغربي اللي حكم عليه مواطن مغربي مواطن تاع المخزن باسكو عقليته وكومبورتمون تاعو باش تتحدى على اطفال بنات صغار اولاد صغار. انت سير تربيت في المخزن داخل في البالي تما اللي كان هاد الصوالح اذا نعطيو له عامين تاسيس. وناشط تكلم على التطبيع انه ندد بالتطبيع مع الكيان ضربوه ب6 سنين. وفيه تحضير لقانون يجرم كل انسان اللي ما يتكلمش مليح على التطبيع بين الكيان والمخزن. يعني ضرب pour dénoncer ça la criminalisation de la normalisation avec du moins des critiques contre la normalisation تاع المخزن مع الكيان. هذا قانون راهو يتحضر يطبقوه على الشعب تاعهم لان كاين فيه مظاهرات يوميه تندد بالتطبيع. اذا كاع هذوك اللي غادي يتظاهروا باش يحبسوا لان الماكله ما كاش الى اخره. نظن هاي لحقت لنا دنيا فيلالي اذا كان ممكن اخ مخرج اشاره هاد الدنيا الفيلالي هي
دارت براسها معارضه سياسيه، هي وحدها ما نعرف راجلها ولا كيجيها، ومشاو للصين طلبوا اللجوء للصين، ومن بعد رجعوا لفرنسا وديجا صادفوهم في قنوات ديالهم بغاو يديروا بهم الضغط زعما، ولكن للاسف الشديد ما كان حتى شي واحد اللي عرض لهم اللي انتبه لهم. القضاء المغربي كيشجع على البيدوفيليا في المغرب. اشنو وقع البارح محكمة الاستئناف ولا الجنايات بمدينة ابن ملال حكمت على واحد البيدوفيلي قام القرض هذه دوزت في قناه الشروق، هي واحد طفلات مغربيات مجحومه اخر راجلها قاصرات وهاتكي عرضهن حكموا عليه بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ. يعني هي قالت لك 5 دونك انا جو في كونتونس افينيا في سي 5 ans de prison pour avoir critiqué la normalisation avec l'État. اخوان بلا ما نطول عليكم، نتمنى في زوج حقائق تفاعلوا مع هذا الفيديو وتعقبوا لي على هذا الكرغول ولا هذا الحل شنودين في لي كومونتير ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في سيدتي القناه. سيدتي شكرا لكم. اذا تطورت الامور يعني بعد ايوا راك كتخسر، ما تنساش راك كتخسر تريسينتي على المره، انا نفكرك. حتى نوعدكم بشيء لمشاهدين قناه الحياه، اننا نتابع كل تطورات الامور في النيجر اما البريكس على صحتكم باش نشوف لانها تهمنا وتهم بلادنا. سيدتي سادتي شكرا لكم والى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله.